طبعا ما كانش فيه دراسات قبل كده عن تطعيم الانفلونزا وعلاقته بالإصابة بفيروس كورونا. لكن في اتنين دلوقتي دراستين مهمين جدا، واحدة هولندية والتانية في أمريكا في فلوريدا. هنتابع تفاصيلهم وهنعرف بدقة ايه اللي حصل. دي أول دراسة The effect of influenza vaccination on trained immunity impact on COVID-19. طبعا دي كانت في أكتوبر 16 أكتوبر 2020. هي اتنشرت قريب، لكن هي طبعا كانت الشغل فيها في شهر 6 و7. طبعا ده الاستاف اللي قاموا بيها في نيذرلاند في هولندا. نعدي ده كله. احنا اللي يهمنا ايه بقى دلوقتي؟ هو بيقول ان الانفلونزا طبعا بتسبب بتسبب وفيات، ودي معلومة مهمة برضو لازم كلنا نعرفها، ان الانفلونزا فيروس الانفلونزا اللي هو نسبة وفيات برضو مش بس الكورونا فيروس، بحوالي عام 290,000 ل 650,000 في السنة على مستوى العالم. وكان التطعيم لها مهم جدا وبيتاخد كل سنة على الأقل. واتكلم عن فيروس الانفلونزا والكلام ده كله. في 2019-2020 في موسم البرد ابتدوا يطعموا الناس في هولندا بتطعيم الانفلونزا. ايه اللي حصل؟ لقوا ان الاشخاص اللي تم تطعيمهم بفيروس الانفلونزا ابتدوا يقارنوهم بالناس اللي ما بتستخدمش تطعيم الانفلونزا. لقوا نسبة الإصابة في المجموعة اللي ما أخدتش التطعيم بفيروس كورونا أعلى من اللي أخدت التطعيم. طب تاني حاجة، الناس اللي اتصابت لقوا نسبة اللي بيحتاجوا عناية مركزة و hospitalization، يعني دخول لمستشفى بسبب خطورة الحالات، لقوا ان الحالات اللي ما اخدتش تطعيم انفلونزا اكتر من الحالات اللي واخدة تطعيم الانفلونزا. طبعا هنا الار ار 61% هو 95% سي اي. وقالوا في ملخص ان التطعيم الرباعي، وهم قالوا اسمه برضو في الدراسة، بيعمل مناعة نوعا ما ضد فيروس كورونا، بتؤدي الى نسبة حماية ونسبة حماية من مضاعفات فيروس كورونا حتى لو الواحد اتصاب. طيب هل دي دراسة تانية منشورة في جورنال اوف the American Board of Family Medicine. طبعا مجلة عريقة جدا، احنا بنتكلم عن مجلة مهمة جدا في امريكا. بتقول influenza vaccination and hospitalization among COVID-19 infected adult. طبعا ده استاف الدراسة اتعملت فين؟ في امريكا في جامعة فلوريدا. في امريكا في جامعة فلوريدا. تمام. طيب هنبتدي نشوف التفاصيل. طبعا هما استخدموا 200 او 2005 مريض، وده طبعا رقم كبير، وثبتوا كل العوامل، السن والاحتكاك بالمرضى والكلام ده كله. لقوهم بوزيتيف، يعني عندهم كورونا. ابتدوا يفنطوهم ويشوفوا كم واحد خد تطعيم انفلونزا وكم واحد ما اخدش تطعيم الانفلونزا، وابتدوا يعملوا الداتا بتاعته. طلع ان المرضى اللي ما اخدوش التطعيم اصيبوا بنسبة اعلى من 2.4، يعني اكتر من ضعفين ونص تقريبا من اللي ما خدوش. يعني مثلا نقول 10 جالهم كورونا من اللي واخدين تطعيم انفلونزا، قصادهم 24 واحد من اللي ما اخدوش تطعيم كورونا. طيب اللي اتصابوا دول بقى لقوا ان 3.29 على 3.3
احتاجوا للمستشفى اكتر من اللي واخدين التطعيم. يعني لو هنقول 10 احتاجوا لمستشفى من اللي هم واخدين تطعيم الانفلونزا، قصادهم 30 واحد هيبقوا محتاجين للمستشفى لان حالتهم شديدة من اللي ما اخدوش التطعيم. وكذلك الاحتياج للعناية المركزة والفنتليتور برضو في اللي اخدوا التطعيم اقل من اللي ما اخدوش التطعيم. هحط لكم روابط الدراسات دي اسفل الفيديو للي عايز يقراها، وهي موجودة في مجلة GAPFM، موجودة الموقع بتاعها، وممكن تقروا الدراسة كلها بالتفصيل الممل بالمراجع بتاعتها كلها. فاذا تطعيم الانفلونزا مهم جدا، اول حاجة علشان الانفلونزا، تاني حاجة ان هو برضو ليه دور في الوقاية من فيروس كورونا،